جزئيه، ما كانش في حد بيقول لنا نقول ايه وما نقولش ايه. في النظام السابق كنا واخدين حقوقنا برضه. ما كانش في حد بيقول لنا نقول ايه وما نقولش ايه. ما كانش في حد يا جماعه برضه بيقول لك ان جالك تعليمات انت اتكلمت عن كذا وقلت كذا. الكلام ده مش مظبوط، واللي بيقول الكلام ده عنده نقص اساسا وعايز يعمل لنفسه شخصيه ويعمل لنفسه هاله ان كان بؤره اهتمامه الناس حواليه. الكلام ده كله كلام كفتاجيه وكلام كده. انا كنت رئيس قناه البدر في قلب مدينه الانتاج الاعلامي، وانا لما طلعت القناه بتاعتنا اتقفلت قبل احداث 25 يناير ولم اتغير عن موقفي، وتم تفهم الامر وتدارك الامر، وهنفتح ان شاء الله بعد رمضان. تمام. الجزئيه المهمه جدا يا جماعه ان لازم كلنا نتضافر، كلنا لازم نكون موحدين. مش يلا يا جماعه ايه مولد سيدي العريان النهارده اللي مطلعين. ثواني هقول لحضرتك. لا مش كده. لازم يا جماعه نشكل مجموعات. الهرجله اللي احنا فيها دي 5-6 عربيات امن مركزي هيلمونا وهنموت، هناخد علقه، مش هيبان لنا مطلع، مش هيبان لنا اصحاب. عارفين ليه؟ لان احنا بلا غطاء شرعي. ايوه. فين الغطاء الشرعي؟ مفيش. انت واقف ليه؟ انت واقف ليه؟ قانون الطوارئ اتلغى، هيطلع لنا قانون تاني لينا احنا تفصيله مخصوص. صح ولا غلط؟ ايوه. طيب يبقى احنا هنا لازم يكون في غطاء شرعي للكل. اما مجموعه تتحرك من خلال جمعيات زي ما هم ابتدوا وعملوا كده. أيوة. جمعيات يتم تشهيرها. المجلس اللي جاي مش هنسيبه، والكلام ده انا قلته.